انبي بيطالب اتحاد الكوره ب3 نقط هزيمته من النادي المصري، وبيتهم المصري بالتزوير. وايه هي العقوبه المنتظره للنادي المصري بعد الواقعه دي؟ يا مساء الفل على الكل، معاكم مذيع الكوره، وفي الفيديو ده هحكي لكم القصه وما فيها عن مطالبه انبي بالحصول على ال3 نقاط من النادي المصري واتهام النادي بالتزوير. ايه الحكايه؟ يلا بينا. اتفاجئنا في نهاية دوري الجمهورية 2003 باحتفال نادي انبي بالحصول على بطولة الدوري، وفي نفس الوقت كان بيحتفل النادي الاهلي ايضا بنفس البطولة. ايه الحكاية؟ الحكاية ان انبي بيستند على مباراة المصري وانبي اللي لعبوها في شهر 2 وفاز فيها النادي المصري 2-0. انبي قالك ان النادي المصري كان بيشارك لاعب مزور، ولك ان تتخيل ان اللاعب ده بيقولك مواليد 97 وهي اصلا مسابقة 2003، يعني فرق 7 سنين. مش ممكن، ده كده اللاعب قرب يعتزل. وقال لك ان احنا معانا الاثباتات والدلائل اللي قدمناها لاتحاد الكوره علشان نحصل على ال3 نقاط، وقال لك ان احنا معانا المستندات وقدمناها وبالفعل عرضوها كمان على الميديا اللي بيأكدوا فيها ان اللاعب مزور، علشان ياخدوا 3 نقاط يفرقهم في جدول الترتيب ما بينه وما بين الاهلي، لان الاتنين متساويين في نفس رصيد النقاط وكمان متساويين في المواجهات المباشره. فانبي قال لك مفيش مخرج من المأزق ده الا ان اخد ال3 نقاط دول. يعني لولا الموقف ده ما كانش حد سمع عن الموضوع ده باي شيء. ولكن عايز اقول لكم ان اللاعب ده مش لاعب جديد ولا لسه جاي من بره، ده اللاعب ده موجود في النادي المصري ما يقرب من 6 سنوات، واللاعب ده هو ابراهيم سعيد فهمي اللي امامكم في الصوره دي. والنادي المصري تبرأ طبعا ورد على الكلام ده، واكد مسؤوليه ان هم عندهم ما يثبت صحه موقف النادي المصري ببطاقه حقيقيه للاعب، وايضا مسجل في سجل الاتحاد بعقد احتراف من 2003، وعندهم شهاده ميلاده، وعندهم كل حاجه اوراق رسميه. كده النادي المصري هيخلي مسؤوليته بشكل كبير من اللي حصل. حتى لو انبي قدر ان هو يثبت الكلام ده، النادي المصري ملوش اي ذنب في الكلام ده. والموقف ده مش جديد وحصل قبل كده، وخاصه كمان في القسم الثاني او الثالث، في الفريق الاول كمان مش في الناشئين. ولكن كان موقف الانديه طبعا سليم، سواء دمياط او المريخ اللي حصل فيهم نفس الواقع، وما حصلش اي عقوبه على الانديه، لان طبعا موقف الانديه سليم. واحد جاي لك ببطاقه رسميه، وجاي لك بشهاده ميلاد، وجاي لك بكل حاجه سليمه، انت كشخص مالكش دعوه حتى لو تم اثبات عكس ذلك. فهل القصه فعلا حقيقيه ولا مش حقيقيه؟ ده اللي احنا مش قادرين نثبته لحد دلوقتي. هل بالفعل اللي استند عليه انبي هو شقيق اللاعب اللي اسمه اسلام، ولا ايه بالظبط؟ مش عارفين القصه وما فيها. ولكن المؤكد ان النادي المصري مش هيتجازى، لان موقف النادي المصري سليم في المليون في المية. وكمان اداره النادي المصري اصدرت بيان واكدت فيه ان هم هياخدوا حق النادي المصري قانونيا بعد التشهير. ايوه تشهير، يعني حتى لو انت ثبتت ذلك، لان انا موقفي سليم. وده يعتبر تسنين، والتسنين ده كانت قضيه كبيره جدا في الكره المصريه، وخاصه في قطاع الناشئين. حتى انبي كان عنده مشكله في قطاع الناشئين في موضوع التسنين ده. الموضوع كان قضيه كبيره جدا، ولكن للاسف بكتم. لكن الموضوع ده بياخدنا لنقطه مهمه جدا، واللي احنا لازم يكون هناك رقابه، وموضوع التسنين ده داخل القطاعات، حتى النادي ممكن ما يكونش عارف. وعلشان كده اتحاد الكوره ووزاره الشباب والرياضه لازم تعمل حمله مكثفه للتعرف على السن الحقيقي لكل اللاعبين في قطاع الناشئين. ولكن اللاعب موقفه سليم او مش سليم ده شيء، ولكن موقف النادي المصري سليم مليون في المية، لان معاه كل الاثباتات من جهات رسميه. فاصبح موقف النادي المصري حاجه وموقف اللاعب حاجه تانية. دي القصه وما فيها في موضوع المصري وانبي 2003 وقصه اللاعب ابراهيم سعيد. كنت معاكم مذيع الكوره.